السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في عالم إسراء DIY. النهاردة الفيديو مختلف شوية لأنه عبارة عن جولة مميزة جدا في الأدوات اللي أنا بستخدمها دايما في شغلي، واللي كتير منكم كان بيسألني عليها بتجيبيها منين. هقول لكم النهاردة كل حاجة بالتفصيل عن الأدوات دي وإزاي ممكن تلاقوها بسهولة، وكمان أفكار لاستخدامها. فتابعوا معايا الفيديو للنهاية عشان ما تفوتوش أي حاجة، ويلا بينا نبدأ مع أول حاجة، وهي صلصال الفوم بألوانه الجميلة. بيكون عبارة عن 12 قطعة ومعاه 3 أدوات تشكيل. عملت منه أشكال جميلة معاكم على القناة زي الميداليات اللي عملتها قبل كده لو فاكرين. كنت عملت شكل يونيكورن ودوناتس وآيس كريم، ولو ما شفتوش الفيديوهات دي هسيبها لكم في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت عشان اللي حابب إن هو يتفرج عليها. صلصال الفوم ألوانه جميلة جدا وسهل التشكيل، وبتقدروا تعملوا بيه أشكال مبهجة، وأحلى حاجة إنه بيلزق بسهولة من غير أي مادة لاصقة. عيبه الوحيد انه بينشف بسرعة، فخدوا بالكم ان انتوا تاخدوا قطع صغيرة من العبوة وتقفلوا العبوة تاني علشان الصلصال اللي فيها ما ينشفش، وبعد كده لو احتاجتوا بتاخدوا منها تاني. ودلوقتي هوريكم شوية أشكال كده على السريع عملتها من صلصال الفوم. كنت عملت طبق من صلصال الفوم وزينتها بالورود القمر دي، وكانت طريقتها سهلة جدا. وزينت شاحن برضو مقطوع من صلصال الفوم دي، برضو شوية حاجات كده كنت عملتها بس من غير ما اصورها، فحبيت ان انا اوريها لكم. عملت القلب الكبير ده والقلب الصغير ده كده فيه جليتر، شكله حلو جدا. تقدروا تعملوا الاشكال اللي انتوا تحبوها وتلزقوا فيها من ورا كده زي دبوس صغير، ويبقى بروش حلو قوي تستخدميه في اي حاجة للحجاب بتاعك او لشنطة او ايا كان. والشكل ده عملته من قطاعات بسكوت، بجد شكله تحفة قوي، وبرده تقدري تستخدميه في اي فكرة حلوة تعجبك. انا هستخدمه في فكرة حلوة معاكم في الفيديوهات اللي جاية. كمان دي الميداليات اللي انا قلتلكوا عليها وعملتها معاكم على القناة. شكل الدوناتس طلع تحفة قوي، والميدالية بجد شيك جدا. تقدري تعملي منها كمية بألوان مختلفة وتبيعيها مثلا، او تستخدميها كهدية حلوة جدا وتقدميها لأي حد من صحابك او اي حد تحبيه. والاحلى من كل ده ان فكرتها سهلة وبسيطة وصناعة في المنزل. وكمان عملت الدبدوب القمر ده، بجد تفاصيله حلوة قوي وبسيط جدا وسهل وخطواته سهلة. لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو بالطريقة بتاعته قولولي تحت في الكومنتات. واهم حاجة مع صلصال الفوم ادوات التشكيل، ودي كده 3 قطع بتيجي هدية مع صلصال الفوم. هتلاقي الباكج ده على بعضه كده موجود في المكتبة، ومعاه ال3 قطع دول، بس كل مرة بيكونوا مختلفين. ده كده بيبقى فيه شكل مدبب وشكل السكينة، والشكل ده كده بتعملي فيه زي خطوط او حاجات تعريجات كده لمجسم انت بتعمليه او حاجة، وبيكون من الناحية التانية بالشكل ده كده علشان تسهل معاكي لو هتعملي عين لشكل الدبدوب او عروسة او ايا كان الشكل المجسم اللي انت هتعمليه. وبما ان الافكار عندنا ما بتخلصش، مش هنشتغل بس على صلصال الفوم، لا هستخدم معاكم كمان عجينة السيراميك والصلصال الحراري في مشاريع كتير جاية ان شاء الله. فدي ادوات كده تشكيل جايباها من محل مستلزمات حلويات، عبارة عن 8 قطع في اشكال كده مدببة من الناحيتين، وكمان اشكال لتنعيم الشكل. فدي هتساعدني جدا في تشكيل التفاصيل الصغيرة بكل دقة. ولو حابين ان انا اعمل لكم فيديو عن طريقة عمل عجينة السيراميك في البيت اكتبولي في الكومنتات تحت وانا اعملها لكم خطوة بخطوة وبطريقة ناجحة جدا. وكمان معايا شوية قطاعات حلويات بأشكال مختلفة زي النجمة والقلب والهلال والوردة، ودي بتسهل علينا الشغل جدا لو هنعمل شكل فيه تفاصيل، وبتطلع القطع كلها مظبوطة وكأنها جاهزة. اما بالنسبة للقوالب السيليكون، فجبت القالب السيليكون ده على شكل قلب، وده ميزته ان انت ممكن تعملي شكل قلب لو مش بتعرفي في القالب بألوان مختلفة وتطلعيها بكل سهولة. وده كمان بيدي شكل حلو قوي وثابت للصلصال او العجينة. كمان جبت القالب السيليكون بتاع الشوكولاتة ده بشكل قلب ووردة وهدية. تقدروا تستخدموه مع الصلصال الحراري او صلصال الفوم او العجينة بتاعة السيراميك عشان تضيفوا لمسة فنية لمشاريعكم. وهتشوفوا معايا افكار كتير وازاي هنستخدمه في فيديوهاتنا اللي جاية. تقدروا تجيبوا منه الاشكال والرسومات المختلفة اللي انتوا حابينها هو والقطعات. بعد كده عندنا البايب كلينر او اسلاك الشانيل، وده بيكون عبارة عن سلك كده مغطى بالفرو الملون، وفي منه النوع اللي بيكون لامع كده. اول حاجة الكيس اللي قدامكم ده فيه 100 عود. بتجيبيه منين يا اسراء؟ انا طالباه من على بيدج اونلاين، كنت طلبت منها قبل كده صلصال فوم. هسيب لكم لينك البيدج بتاعتها في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. اسم البيدج بتاعتها جامبل جيفت. بحب ان انا استخدمه في عمل اشكال صغيره زي الزهور والاشكال الحلزونيه، وفي افكار كتير ونجوم تقدري تزيني بيها اي عمل يدوي، وده هنعمل منه افكار سهله وحلوه جدا في الفيديوهات اللي جايه. بجد بيدي لمسه لطيفه لاي مشروع. اما النوع التاني من البايب كلينر وهي الاسلاك اللامعه اللي زي كده، ده كده الاسم بتاعها كرافت سيت. بتكون كده عباره عن الوان كلها بتلمع كده في بعض، وبرضه بنعمل منها افكار حلوه جدا. استنوا مني فيديوهات حلوه جدا الفتره اللي جايه، ودي بتكون متوفره في اي مكتبه عادي. كمان معايا الكرات الفوم الصغيره دي باللون الابيض، في منها احجام كتير وبتكون برضه متوفره في المكتبات. اسمها ارت كولر. تقدري ان انت تزينيها بالجليتر الملون ده وتعملي منها ابداعات حلوه جدا وافكار حلوه جدا. وبما اننا اتكلمنا على الجليتر، فده كده معايا الجليتر باللون اللبني كده والفضي ده، ومعايا اللون اللي هو الشامبين،
والذهبي والابيض، وده استخداماته كتير جدا، مش شرط الكرات الفوم الابيض اللي انا وريتها لكم، ممكن نستخدمها في اي مشروع بتعمل لنا شغل حلو جدا في اي حاجه في اعاده التدوير او الدي اي واي. كمان معايا اعواد الايس كريم، ولسه هجيب اعواد خافض اللسان، وده بيبقى متوفر في المكتبات والصيدليات. وطبعا اعواد الايس كريم دي اكيد في كل بيت تقريبا في منها. الاعواد دي بتنفع في الاعمال اليدويه او قواعد لاي تصميم او هيكل اساسي، وهنعمل منهم افكار حلوه، وعملت منها الجزء ده للايس كريم اللي في الميداليه. كمان جبت الورق الملون ده، بيكون اسمه ورق A4 ملون، او بيكون اسمه ورق مقوى او ورق الكانسون على حسب المسميات. بتعمل منه افكار DIY كتير جدا. جبت منه اللون اللبني واللون الفسفوري ده واللون الفوشيا واللون الموف، وده برضو هستخدمه معاكم في اعمال فنية من الورق رائعة وهنعملها سوا. وبما اننا اتكلمنا عن الورق الملون، فجبت اللزق البرايت ده، بيبقى حلو جدا في الاعمال الورقية. ده بيكون بيثبت الورق جدا بشكل قوي. بما اني اتكلمت معاكم عن اللزق، فهتكلم معاكم كمان عن اللزق الشفاف، ده مهم جدا في الادوات ال DIY او الكرافت. والواشي تيب برضو بجيب منه الوان كتير، بس انا معايا دلوقتي متوفر اللون الذهبي بس. ده كده بيبقى شكله بنزين بيه اقلام، دفاتر، لما بنعمل منه اي فكرة حلوة جدا. وجبت كمان السيت دي كده من الواشي تيب، زي ده كده بس فيه رسومات جديدة، عبارة عن 9 قطع ملونين كده بالاشكال دي، ومعاهم القطاعة حلوة جدا برضو، متوفرة في اي مكتبة. هنعمل منها برضو افكار حلوة جدا. ولو وصلت معايا للدقيقة دي ما تنسيش تعملي لي لايك وتقولي لي بتتابعيني من انهي بلد. وطبعا ما ننساش مسدس الشمع، وده أداة لا غنى عنها طبعا في الأعمال اليدوية، وبيساعدني في تثبيت الأدوات والأعمال اللي بعملها وأنا شغالة، وده مهم جدا في كل خطوة. بالإضافة للأنواع اللزق اللي أنا قلتها لكم، السوبر جلو بس هو مش معايا دلوقتي، وده كده الشمع الخاص بالمسدس. ومن ضمن الأدوات الأساسية المهمة جدا وهو المقص، وده حلو جدا وبيساعدني في إن أنا أقص الحاجة بدقة. ده بتقص بيه ورق، بتقص بيه أي حاجة انت حابة تعمليها في الشغل. والمقص الصغير ده بيقص الحاجات بدقة أكتر. الاتنين دول بيبقوا معايا، وكمان معايا القطر، علشان لو أنا حابة إن أنا في شغل عايزة يتفرغ أو حاجة، ده بيساعدني جدا عن المقص كمان. ومعانا كرات الفوم الصغيرة دي، بيبقى عبارة عن كيس كور كده ملونة، بستخدمهم في التزيين بشكل مختلف. تقدري برضو تعملي منهم أعمال يدوية وحاجات كتير حلوة جدا ومختلفة. انتظروا مني بجد فيديوهات قمر قوي قوي الفترة اللي جاية. ده كده بيبقى شكل الكرات، في منها الحجم الكبير ده وفي منها الحجم الصغير. بجد الحاجات دي برغم ان هي صغيرة، بس ممكن نعمل منها مشاريع حلوة جدا. كمان معانا كيس العين المتحركة ده، بيكون متوفر في اي مكتبة، وبيدي روح مرحة جدا لأي شكل بنعمله. وأداة سهلة جدا لأي حد مبتدئ مش بيعرف يعمل شكل العين لأي مجسم. ودي كده شوية ميداليات جايباها عشان أعمل منها أفكار كتير وأشكال مختلفة من صلصال الفوم. بجد حلو جدا وهتنفعني. أنا جايبة كده مجموعة عشان أعمل معاكم أشكال كتير وأفكار كتير الفترة اللي جاية. ده كده شكل الصلصال الفوم اللي أنا عملته زي ما قلتلكم، وهعمل أشكال تانية تبع الفترة اللي جاية برضه هتبقى حلوة جدا وفيها رسومات مختلفة. ودي كده مسامير بتكون برضو مع الميداليات، لو انت حابة تعملي سلسلة او حاجة بشكل مجسم صغير من عجينة السيراميك او صلصال الفوم. المسامير دي بتساعدني. وده سلك النور، ده سلك النور ده برضو بيبقى فكرته حلوة جدا، بتساعدني في ان انا اعمل لمسات اخيرة، وبتحل اي عمل يدوي بيبقى مميز ومبهج، وخصوصا في الديكورات او نصمم حاجة فيها اضاءة. ومن ضمن الأدوات لازم يكون معانا مسطرة حديد أو مسطرة زي دي كده، بتبقى مسطرة سيليكون، بتكون مرنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان أقدر إن أنا أظبط المقاسات حتى لو الحاجة شكلها مثلا دائري أو حاجة، لأن الدقة في الشغل اليدوي بيكون مهمة جدا. كمان معايا الألوان الخشب دي بتساعدني برضو في أي شغل يدوي بعمله لو حتى على ورق. والألوان الفلوماستر لسه هشتري منها، مفيش معايا بس الألوان دي عشان بستخدمها للعيون بتاعة المجسمات اللي أنا بعملها. معايا اللون اللبني ده والأسود، ومعايا اللون ده ده كده قلم ايلاينر عادي فبستخدمه معايا في الأدوات. ومعايا القلم الكوريكتور الأبيض ده، برضو بعمل بيه نقط بيضة كده في لمعة العين، وبيساعدني في استخدامات كتير جدا في الأعمال اليدوية. لسه ناقصني ألوان فلوماستر عايزة أجيبها، وألوان أكليريك، فكروني في الكومنتات. وده كده قلم اسمه دبل ماركر، بجد حلو جدا جدا للناس اللي بتشتغل بصلصال حراري أو عجينة سيراميك. بيبقى الناحية دي فلوماستر كده، والناحية التانية بيبقى زي حبر كده أو سن رفيع جدا. كل الحاجات دي متوفرة طبعا في المكتبة. نيجي بقى للأدوات والحاجات البسيطة اللي ممكن تكون موجودة في أي بيت وبنرميها. زي القطرة دي كده ممكن تساعدنا في ألوان، لو احنا مثلا بنستخدم ألوان أكليريك حلوة جدا وبتسهل علينا، فاوعوا ترموها. كمان الكراتين دي موجودة في أي بيت، ونقدر نعمل منها أفكار حلوة جدا جدا، ومجسمات ومنظمات وحاجات حلوة.
وكمان رول المناديل بتاع المطبخ ده اللي ممكن نعمل منه قاعدة أو إطار لأي فكرة مع شوية زراير قديمة أو إكسسوارات، وأي علب بلاستيك عندنا بتاعة شامبو بتاع آيس كريم بتاع أي حاجة احتفظوا بيها وبجد هتعملوا منها أي إعادة تدوير وحاجات فنية حلوة. وكمان معايا اللمض دي برضه ممكن نعمل منها أفكار حلوة. وبقى لو عندِك شوية خرز ملوِّن، زراير ملوِّنة، أي حاجة قديمة كده عندِك بتجمّعيها برضه بتساعدِك في أي شغل، دي كده إكسسوارات كانت واقعة من توَّج فأنا احتفظت بيها، ده شكل نجمة وشكل الوردة ده بيدّوا لمسة جمالية لأي فكرة بجد بتعملوها. أنا هاعمل معاكم أفكار حلوة الفترة اللي جاية، فمحتاجة منكم تشجعوني بلايك عشان أتحمس أعمل لكم حاجات سهلة وجميلة جدًا. وبكده تكون جولتنا في الأدوات خلصت، أتمنى تكونوا استفدتم من الأفكار والأدوات اللي عرضتها النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان شيروا الفيديو ده مع أصحابكم اللي بيحبوا الأعمال اليدوية عشان نستمر ونكبر مع بعض. وأتمنى أكون جاوبتكم على كل أسئلتكم وعرفتكم الحاجات اللي بستخدمها. استنوني في الفيديوهات الجاية بأفكار جديدة ومختلفة ودايما بأدوات بسيطة وسهلة وموجودة في البيت. سلام.